السلام عليكم يا جماعه، عاملين ايه؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات. النهارده هنعمل الفول المدمس. جميل جدا، تكليف افخم من المحلات بالظبط. بصي، فول جميل ساده كده وحلو قوي. بصي الفوليه مستويه وجميله ازاي وشكلها حلو قوي. بصي الفوليه عامله ازاي، مفتحه وجميله. تعالي بقى وانا اقولك احنا عملناه ازاي بطريقه سهله جدا بدون اي اضافات زياده. احنا هنجيب الفول نغسله كويس، نقيه الاول ونغسله كويس جدا وننقعه 4 ساعات. بعد ما ننقعه 4 ساعات نكب الميه بتاعت النقع بتاعته، وبعدين نحط ميه نضيفه ونحطه على النار ونغطيه. اول ما يغلي معانا نحط بقى ايه ضفاتنا. هوريكم بقى نحط ايه. اهو غلي معانا اهو. حطينا معلقتين خل، خدوا بالكم معلقتين خل ما يخلوش يسود. وحطينا معلقه بابريكا مدخنه عشان بتخليه احمر وردي كده. ودي وصل لحد هنا يا جماعه، يعمل لايك للفيديو واشتراك للقناه. هو غلي خلاص اهو. نوطي بقى عليه توطيط الرز ونسيبه. يعني هياخد معاكي ساعه توطيط الرز، ساعة ساعة الا ربع، عشان هو منقوع. بيجيبي معلقة ونص دقيق. الدقيق ده بقى سر الفول، يخلولك فاتح كده وجميل، وهو يربط لك السائل بتاعه، بيخلولك ليها سمك كده. دوبيه كويس قوي الدقيق، بس دوبيه كويس. بعد كده بقى تيجي على الفول. اهو الفول استوى. بصي الفول استوى ازاي. املي الحله مره واحده ميه، ما تزودوهاش تاني. متنسوش يا جماعه تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناه، وشكرا على تعليقاتكم. حطيت بقى الدقيق اهو، اقلبه تقليبه كويسه واخليه يستوي في الفول كويس. بصي قليه بقى، شوفوا فتح لونه، فتح. لما حطيتي معلقه الدقيق فتحت الفول، مش هيسود منك لحد اخر فوليه تاكليها. طبعا في ناس انا بضربه في الخلاط بعد ما يستوي، بس شكله احلى. هو دلوقتي معمول كده بالحب، بس بقى ممكن تضربيه في الخلاط. بصي بقى شكله تحفه ازاي. خلاص سويتي الدقيق كويس قوي قوي، نزليه بقى، حطيه في طبق التقديم وبالهنا والشفا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا بقى بضربه في الخلاط وبناكله فول مطحون بتاع المحلات. بعد ما قلت السلام عليكم بس نسيت اقول لكم المعلومه دي، بس انا قدمت لكم كده عشان انا قدمته قبل كده مضروب في الخلاط. وبالهنا والشفا.